البنات كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نوجد معكم الفقاس المالح كيجي رائع لذيذ واقتصادي، والمكونات ديالو بساطين وكاينين في كل بيت، والطريقه ديالو سهل يعني سهل بزاف دغيا كتوجديه. كما كتشوفوا معايا هنايا راه كيجي لذيذ وكيجي مقرمش. المكونات ديالو كما قلت لكم راه سهله واقتصاديه وكاينه في كل بيت. عندي هنايا 6 الكيسان ديال العنبه ديال الفورس، 6 الكيسان فورس. غادي نزيد هنايا معلقه كبيره ديال الخميره في واحد نص كاس ديال الماء ونخليها تذوب، تتفاعل ليا ديك الخميره مع الماء. المهم حطيت غير الماء ما درتش السكر. هنايا غادي نزيد واحد نص كاس ديال الزيت صغير، 2 معالق ديال الزبده، و3 الفرماجات. كما قلت لكم المكونات راهم بساطين وكاينين في كل بيت، والطريقه ديالو راه سهله ما غاديش ياخذ لكم الوقت. درت هنايا 3 الفرماجات كما شفتوا معايا. غادي نزيد واحد 2 معالق ديال لاموطاد، 2 معلقات صغار ديال لاموطاد، وغادي ندير هنايا نص معلقه ديال معلقه صغيره ديال الثومه بودره، ومعلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال الملحه، غادي نزيد عليهم هنا بصله صغيره محكوكه. كانت عندكم البصله البودره ديروا البصله، المهم اللي كانت متوفره ما كانش حكوا البصله عاديه ماشي مشكل. غادي نخلط ديك الخميره اللي حطيتها في الماء دافي حتى هي غادي نضيفها على هذا الطحين. كما قلت لكم المكونات راهم بساطين وساهلين وكاينين في كل بيت، والتوفيق راه كيجيو زوينين، غادي يعجبوكم الا جربتوهم. بالاخص اللي عندها الوليدات، يعني الوليدات كيعجبوهم بزاف. هنا عندي كاس ديال الماء دافي باش غادي نجمع هاد العجينه تكون رطبه شويه ما تكونش قاصحه. نجمعوها بالماء دافي. صافي غادي نجمع العجينه ديالي وغادي نحطها فوق الرخامه حتى ندلكها مزيان. غادي نشد العجينه تكون رطبه كما قلت لكم ما تكونش قاصحه. بعد ما تجمعت لي العجينه غادي ندلكها مزيان حتى ما تبقاش تلصق ليا في يديا، تدخل فيها ديك الزبده والزيت وداكشي كاع دوك المكونات يتخلطوا مزيان يتدلكوا مزيان بهذا الشكل هذا. تتجمع ليا العجينه بهذا الشكل، ندلكوها مزيان. غادي نحتاجو باش نسمو هاد الفقاس. عندي هنا المعدنوس مقطع رقيق، التحميره والخرقوم والهريسه الحاره، 2 معالق ديال الزعتر، وهنايا 2 معالق كبار ديال الفرماج احمر محكوك. غادي نقسم العجينه ديالي على 4 الكرات. كل كرة غادي نقسمها وحدة غادي نقسمها بالمعدنوس، وحدة بالزعتر، وحدة بالفرماج الأحمر، وحدة بالهريسة والتحميرة والخرقوم. المهم تنحاول نقادهم باش يجيو ليا مقادات بحال نفس القياس. صافي غادي نبدا بالفرماج هو الأول. كما كتشوفوا 2 معالق كبار ولا 3 ديال الفرماج محكوك. هادو ديال الفرماج الأحمر كيجيو بنانين بزاف كيجيو زوينين حتى الحارين، المهم كلها والمذاق ديالهم كاع تيجيو زوينين. غادي ندلك ديك العجينه حتى كيدخل يتخلط فيها مزيان داك الفرماج الاحمر حتى ملي يتخلط مزيان داك الفرماج الاحمر بالعجينه. صافي ونحطها ترتاح، وغادي نهز عجينه واحده اخرى غادي نزيد فيها حتى هي المعدنوس. كتجي منسمه بالمذاق ديال المعدنوس. المهم على حسب الاختيار ديالكم، انا درت لكم هاد النسيمات هادو، وانتم شوفوا اللي على حسب الاختيار ديالكم. تقدروا ديروا الزيتون، تقدروا ديروا المهم اللي بغيتو نتوما على حسب الرغبه ديالكم. صافي من بعد ما عجنت هاد العجينه ديال المعدنوس زيدوا فيها واحد شويه ديال واحد المعلقه ديال الفورس، حيت المعدنوس فازق ملي قطعته كان بحال فازق شي شويه. زدت واحد المعلقه صغيره ديال الفورس باش ما تبقاش تلصق العجينه. العجينه الثانيه كما كتشوفوا معايا غادي نزيد فيها الزعتر. غادي نحاول نحكو شويه بين يديا باش يولي رقيق.
الطريقة ديالهم راه ساهلين، والمكونات كما قلت لكم راه مساهلين، هادشي راه كلشي كاين عندكم في ديوركم، يعني راه ما تحتاجوا غير تنوضوا توجدوهم، وكيجيو زوينين، يعني تحطوهم للضياف تاكلوهم نتوما، يعني زوينين الصراحة، كيجيو لذاذين مقرمشين، وما كيبقاو مدة طويلة، واخا يبقاو عندكم مدة طويلة. حنا غادي نزيدو التحميرة والهريسة والخرقوم، غديرهم في قريعة ديال الدجاج ولا شي حاجة تكون مسدودة مزيان، كيبقاو مقرمشين والمذاق ديالهم ما كيتبدلش، تيجيو لذاذين. ها نتوما كتشوفوا غادي نعاود نعجن هاد العجينة مزيان حتى هي اللي فيها الهريسة حتى كتدلك مزيان، هادي كتجي المذاق ديالها حار، وهداك هو المذاق اللي تيعجب وليداتي بزاف، هو ديال الفرماج والحار اللي كيعجبهم بزاف. الوليدات تنقول لكم انا راه ماشي صغيورين، راهم تبارك الله كبروا، غير قلت لكم بان المذاقات اللي تيعجبوهم هما هادو، ولكن راكم تبارك الله كبارين. الحمد لله. المهم غادي نعاود نشكلهم هاديك العجينة، غادي نقسمها على خمسة د الكويرات، غادي نشكل منها 5 د الكوميرات صغارات اولا الحربول بحال غادي نعاود نشكلهم على شكل حربول. غادي نقسم العجينة كاملة، كل عجينة كل كرة من دوك العجينات غادي نقسمها على 5. صافي غادي نحاول نكورهم باش يجيوني ساهلين في الخدمة، نشكلهم كويرات بهاد الطريقة. صافي غادي نبدا نوجدهم، ندير حربول نبقى نحربلهم حتى نكمل الكمية كاملة اللي عندي، من بعد غادي نعاود عاوتاني نحربلهم باش يجوني على حساب القياس ديال الطاوة اولا الصينية ديال الفران. كما كتشوفوا غادي نعاود نشكلهم كاملين بهاد الطريقة، وغادي نعاود عاوتاني من الأولى، ونبدا هاد المرة غادي نبدا ندير نشكلهم على حساب القياس ديال الطاوة ديال الفران. من بعد ما غادي نشكل هاد الحربول بهاد الطريقة، غادي نستفهم في الطاوة، وغادي نخليهم واحد 10 دقائق ولا المهم 10 دقائق 8 دقائق حتى كيخمروا، من بعد كندخلهم للفران غير كيتشمعوا، وكنخرجهم ونخليهم حتى كيبردوا. من بعد ما كيبردوا صافي كنبدا نقطعهم، هانتوما كتشوفوا غادي نخليهم حتى يطلعوا شويه يخمروا شويه. دابا راه حطيتهم باش يبردوا، من بعد ما طابوا غادي نقطعهم، صافي غادي نقطعهم ونعاود نحمرهم المره الثانيه، غادي نخليهم في الفران حتى كيتقرمشوا. هانتوما دابا راه كنقطع بالمقص، ولكن التقطيع ديال المقص ما كتجيش زوينه بحال ديال الموس، المهم على حسب الاختيار، بغيتو تقطعوا نتوما بالمقص بهذه الطريقه ولا تقطعوا بالموس. كما كتشوفوا راه غير كيتنفخوا ما تيتبقاش فيهم العجينه، صافي وكنحيدهم ونحطهم حتى كيبردوا، عاد كنبدا نقطع. نحاولوا نقطعوهم مايلين باش كيجي داك الشكل ديالهم زوين. صافي من بعد ما كنكملوا التقطيع ديالهم غادي نوريكم الطريقه ديال الموس، راه احسن الا قطعتو بهذه الطريقه احسن، ما كيتعجنوش، كيبقاو واقفين بحال الشكل ديال الفقاس. من الاحسن تقطعوا بالموس. صافي غادي ندخلهم يتحمروا ونقدموهم بالصحه والراحه. كنتمنى في القصاد ديالهم تجربوهم، وما تنساوش ليا من فضلكم لايك، ولا عجبتكم الفكره ولا عجبتكم مرحبا بكم في قناتي، ديروا اشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد حطيته، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم المتابعه.